يا ستوته، هنعمل ايه في القضية دي؟ كل شوية عمالة تتعقد. ايه رأيك نشتري دماغنا ونسيبها؟ صح، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. انا جدتي برضو كانت بتقول كده. أعزائي المشاهدين، والآن فيما يخص قضية المرأة العربية التي قتلت زوجها وأخفت جثته، جاءنا أن هناك أحد المحامين الذي تبرع بالدفاع عنها أخيرا، وقالت مصادرنا أنه يدعو نفسه محامي الأقليات والمهمشين، وهو يرشح نفسه ليمثلهم في مجلس المدينة. وهذا يعني أن إيمي آدمز قد وجدت أخيرا من يقف إلى جوارها ويساعدها. لكن السؤال هو، هل فعلا وجدت إيمي آدمز من يدافع عنها، أم أن كل هذا يتعلق بأسباب كدعاية انتخابية، أم بسبب الديانة، أو بسبب العرق؟ على العموم الأيام القادمة سوف تظهر لنا حقيقة الموضوع، ونترككم الآن أعزائي المشاهدين. الو يا باتريك، اللي انت عملته ده مش انا قلت لك ان هبدا الشغل؟ ها، ايه رايك؟ زي الزفت. اولا انا ما قابلتش القضية، ثانيا لو قبلتها مش هاخدها تبرع. مستر بيكر، دي امور اعلام. انا ما قلتلهمش انك هتتبرع، انا قلت انك هتترافع. ومين قالك ان انا هترافع عنها اصلا؟ وبعدين معاك مستر بيكر، مش احنا اتفقنا ان اطلاعك في التلفزيون هيوفر علينا بلاوي؟ مستر بيكر بليز، مستر بيكر بليز. انت يا باتريك ما تعملش حاجة من غير ما ترجع لي. هو انت فاضي؟ ما انا قعدت استناك النهارده طول النهار، وكل الناس سالوا عليك في الندوه. مستر بيكر، ارجوك ارجوك سيبني اعرف اشوف شغلي. عايز ايه تاني؟ هاي، شفت الاخبار يا بوس؟ يا انجلو شفتها. هنبقى مشهورين يا بوس. لكن ليه ما قالوش اسمي؟ يعني كانوا قالوا اسم انا الاول عشان يقولوا اسمك؟ ايوه، قالوا محامي الاقليات وجابوا صورتك كمان، لكن انا ولا حتى حد جاب سيرتي، مع ان انا برضو مديرة المكتب بتاعك. على العموم انا مش هقبل القضية دي، اوكي؟ نعم. انت اكيد اتجننت بعد كل اللي عملناه ده، عايز تسيب القضية؟ انت عدو نفسك وعدو الشعب كمان. اسمع بقى لما اقولك، لو ما اخدتش القضية دي اعتبرني مستقيلة، ومش عايزة منك اي حاجة، ولا خلو طرف ولا شهادة خبرة ولا اي حاجة. اوكي اوكي. بص، مجنون، حقيقي مجنون. وبعدين يا بكر الورطة اللي انت فيها دي، اول ما سجلت اسمي في نقابة المحامين قلت افتح مكتب واعيش ملك. 3 اشهر 3 اشهر ما حدش عدى بباب المكتب عندي. قلت اروح المحكمة بقى واحاول القط رزقي هناك. كنت فاكر ان ده بيحصل في مصر بس، في محاكم بولاء الدكرور والسيدة زينب والزنانيري، لكن 3 بالله العظيم شفته وعشته في امريكا. اي خدمة؟ نفقة؟ مخالفة؟ انا محامي. ايه؟ محامي وبدور على شغل. طب واقف كده ليه؟ ما تروح تشوف لك يعني واحد باين عليه غلبان ولا ملون واعرض عليه خدماتك. طب والقضايا؟ قضايا مين يا عم؟ دي مخالفات مرور، على نفقة، على خناقات زوجية، حاجات من دي يعني. والاتعاب؟ لا دي انت وشطارتك، بس ما يقلش عن $20. 20 دولار؟ ايوه. عن اذنك زبون. واتبخرت كل الاحلام اللي كنت راسمها في دماغي للحياة الامريكية، والحلم الامريكي والفيلا والعربية والليستة الطويلة. في الفترة دي قربت قوي من قاع المجتمع الامريكي، وصاحبت كتير من الحرافيش بتوعه، وكتير من الموظفين الحكوميين اللي ممكن يسهلوا لي شغلي. لكن الفترة دي قربتني قوي من الناس الغلابة،
اللي ممكن تقابلهم في أي شارع من الشوارع الخلفية لأي مدينة من مدن الأمريكية الكبيرة. المدن اللي ملهاش قلب. لكن المرة دي يا بطل غير كل مرة. المرة دي جريمة قتل ومحلفين وقضاة بجد، دول ما يعرفوش يا مرحميني. ما هو لو حضرتك صدقت ان انا بريئة يبقى هتقدر تقنعهم ان هم يصدقوك. صدقوني؟ صدقوني ازاي؟ انا قلت مش واخد القضية دي، مش واخدها. كمان هو ولا حد تاني؟ هو. تعرفي دون باولو؟ مين دون باولو؟ صاحب معرض العربيات وشريك جوزك. لا معرفوش. متأكدة؟ مستر بكر انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن شغل جوزي. ليه؟ معرفش، بس يمكن لاني كنت مشغولة في شغل ابحاثي في المعهد، ويمكن لاني كنت بثق فيه. وانت عمرك ما كلمتيه في شغلك؟ احيانا لما بيبقى مبسوط بعرف ان الشغل ماشي كويس، ولما بيبقى عصبي ومتضايق بفهم ان في مشاكل في الشغل. ده زي الفترة الأخرانية مش كده؟ بالظبط. طب وانت ما سألتيهوش ايه اللي كان مضايقه ومنرفزه في الفترة الأخرانية دي؟ حاولت معاه كتير لكن هو ما كانش بيتكلم، وزي ما قلت لحضرتك ان انا كنت ملخومة جدا في ابحاثي في المعهد. ده عشان المنصب اللي كان المعهد مرشحك ليه؟ اه. انت رحت هناك؟ ايوه، وقابلت ديفيد. طبعا فرحانة قوي هو دلوقتي. لا مش فرحان، هو بس بيطالب بإعدامك. غلبان. هو اللي غلبان؟ طبعا التعصب عمى عينيه. وانت مش متعصبة؟ انا عمري ما كنت متعصبة. طب ممكن تشرحي لي ايه المحضر اللي جوزك عامله لك في البوليس ده، عشان كنت عايزة تقتليه عشان كان بيشرب كاس خمرة؟ انت دخلت القضية بقى. لا ما دخلتش، جاوبي على سؤالي. انت فعلا كنت هتقتلي جوزك يوميها؟ لا طبعا ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. انا ومارجريت صاحبتي كنا بنعمل شوبينج عشان عمر. رجعت البيت كان هو واضح انه بيشرب من بدري، وكان واضح ان هو سكران. الحمد لله على السلامة يا مدام. انا هطلع انام عمر. ايه كل يوم شوبينج شوبينج؟ ما شبعتيش زفت؟ انا ما اشتريتش غير شويه حاجات لعمر كان محتاجها، وانا قلت لك عليها قبل كده. وبعدين انا اشتريت الحاجات دي من فلوسي ومرتبي. مرتبك؟ ها مرتبك؟ انت كل مرة تطلعي لي بحجة، مرة عمر، مرة انتي، مرة البيت. انت كان لازم تتجوزي بنك مش بني ادم عادي. اجيب منين الفلوس عشان مصاريفك والعيشة اللي انت عايشاها دي؟ انت اللي عايز تعيش زي المليونيرات، فيلل وعربيات وسويمنج بول، مش انا يا عبد الله. وبعدين انت وعدتني انك تبطل. رجعت تاني. انا حر. لا مش حر، ولازم تبطل الهباب اللي هيدمرك ويدمرنا. سيبي الازازة يا ايمي. مش هسيبها ومش هسيبك لغايه لما تبطل الهباب ده. بقولك سيبي الازازة نو نو نو. هاتي الازازة. عايز دي اهي. وبعدين؟ اتصل بالبوليس وعمل لي محضر، وقال فيه ان انا حاولت اقتله مع ان ده مش حقيقي. وبعد يومين حس بغلطه وسحب الشكوى وجي يصالحني. وانتي صالحتي فعلا؟ يعني ابو ابني وبحبه. انت مصدقني ولا لا؟ بصراحة انا مش عارف اصدق مين ولا اكدب مين. ناس كتير بيقولوا عليكي ملاك، وناس كتير جدا بيقولوا عليكي شيطان، وانا عمال اتخبط من الحيطة دي للحيطة دي. ده دون باولو نفسه ورجالته كانوا عاوزين يموتوني. الا قوليلي،
هو جوزك شغال في المافيا؟ ايه بتضحكي؟ مش بيقولوا في مصر شر البلية ما يضحك؟ عندك حق. الا صحيح، انت منين من مصر؟ من دلنجات البحيرة. الجلندات؟ لا، الدلنجات مش الجلندات. يعني خدتي الثانويه العامه بتاعتك من دمنهور؟ مين قالك ان احنا بنقول عليها دمنهور؟ احنا بنقول عليها دمنهور. لا، انا على زماننا كنا بنقول عليها دمنهور. انت من دمنهور؟ لا، قعدت فيها فتره صغيره كده ايام الشقاوه والسياسه. يعني كنت هربان في دمنهور؟ بصراحه لا، كان في بلد جنبها صغيره كده اسمها الحدين على ما اتذكر. ايه ده، عارفاها. خالتي كانت متجوزة هناك وكنت دايما بروح ازورها، وكل سنة لازم اروح احضر المولد بتاع ستنا راضية. شلاه يا ست. انت طلعت لي منين؟ من مصباح علاء الدين. قولي لي، انت ايه اللي وقعك في القضيه المهببه دي؟ نصيب. ما تكشريش، ده حكايتك حلوه قوي. انت عارفه بتفكريني بايه؟ بايه؟ بالعيش الفلاحي وهو لسه طالع من الفرن عمال يضحك. انت شاعر كمان؟ لا، ده كان زمان. قولي لي، هتحكي لي بقى على ايه؟ على كل حاجه، من طقطق لسلام عليكم. انا اسمي ايمان مسعد الطوجي. دي عارفها عشان انا محامي شاطر. بنت مصرية غلبانة زي اي بنت ممكن تقابلها في شوارع وحواري مصر. وايه اللي هدفك على امريكا؟ بالنسبة لقريتنا، التعليم والشهادة هو امل كل بنت عشان تترقى اجتماعيا وماديا. بالنسبة لي انا كان في بالاضافة لده سيف مسلط على رقبتي طول الوقت. لو سقطت في اي سنة من سنين الدراسة هتجوز من غير مناقشة. ابويا الله يرحمه كان دايما بيقول لي كده: اسقط اقعد في البيت واتجوز عدل. عشان كده المذاكرة والنجاح بالنسبة لي كانوا قضية حياة أو موت. معظم المصريين كده، الدراسه فرصتهم الوحيده. بعد كده اتنقلنا دمنهور. وكانت فرصة اني اكمل دراستي في مدرسة ثانوي. في الثانوية العامة جبت مجموع كويس قوي وطلعت ال14 على الجمهورية. ابويا واهلي كلهم كان نفسهم اخش طب واطلع دكتورة، لكن الطب مصاريفه كتير قوي، وعشان ما احرمهمش من لقب دكتورة دخلت طب بيطري واتفوقت فيها، لكن ما تعينتش معيدة. معرفش ليه. عينوني في مركز ابحاث زراعية، وواحد من اساتذتي قال لي ان في تخصص جديد ومهم قوي. استاذي ده بقى قال لي لازم تسافري امريكا، وسعالي علشان اخد بعثة. وفعلا راسلت عدد من الجامعات الامريكية. لغاية ما جامعة لوس أنجلوس وافقت إني أدرس فيها مجانا بمنحة دراسية. ووالدك؟ توفى وأنا في الكلية. سوري، الزيارة انتهت. هتيجي تاني؟ طبعا، لازم اسمع بقية حكايتك وافرجك على الشنطة بتاعتي. طب والقضية؟ ربنا يستر. مستر بكر، لو صدقتني بجد هتقدر تقنع المحلفين إنهم يصدقوك. يا ريت المسألة بالسهولة دي.
بس المهم البداية. ربنا يستر. يلا. طب ممكن اطلب منك حاجة تانية؟ طبعا، اطلبي اللي انت عايزاه. عمر ابني ماله؟ هو قاعد عند مارجريت صاحبتي، وانا معرفش عنه حاجة من ساعة ما جيت هنا. ممكن تطمني عليه؟ حاضر، هروح اشوفه واطمنه عليكي. تحبي اجيبه معايا هنا؟ لا مش دلوقتي، بس طمني عليه. حاضر. وبعدين يا بص، وبعدين الزيارة انتهت. ايوه يعني هتقبل القضيه ولا مش هتقبلها؟ بدر لازم تكون اذكى من كده شويه. لهجه البص بتقول انه خلاص قبلها. افهم بقى. صعب ان واحدة في رقتها تبقى مجرمة، استحالة. فيري جود. معنى كده ان انا استمر في شغلي على شرط واحد، انك تديني تفاصيل كل اللي هتعمله. عايز خطة كاملة للحملة بتاعتك. عايز خطه؟ نو مستر بيكر، ام سوري، ده شغل انا. هل انا ينفع اتدخل في شغلك؟ لا طبعا. يبقى خلاص انت كمان ما تتدخلش في شغلي. ده شغلي وانا عارفه كويس قوي. اتس ماي بيزنس. طيب ما تشخطش بيا كده. اخبار مراتك ايه؟ ها؟ مراتي في الحقيقه لسه تعبانه قوي يا بص. الدوال اللي في رجليها مطلعه عينيها. طب وما دخلتهاش في مستشفى ليه؟ دخت في مكاتب الحكومه عشان اطلع لها السوشيال سيكيورتي نمبر. طيب هات $20. ها؟ نعم. $20 وخلص نفسك. بس الحقيقه انا ابيض. ابيض؟ طيب ما تقلقش، انا هسلفهم لك وهبقى اقسمهم من حسابك، وبكره اخر النهار هتلاقي السوشيال سيكيورتي نمبر بتاع مراتك هنا. متشكر قوي بص، متشكر قوي. ايوه بس على شرط. عمر تحت امرك. هتوري لي كل خطوه هتنفذها. اوف كورس، انا هسهر عليها الليله دي وبكره تكون قدامك هنا. اشرب النسكافيه بتاعي بقى يا مدام ابيض. مستر بيكر. ايوه. انت لازم تنجح في الانتخابات مستر بيكر، صدقني لازم تنجح. ازيك مس مارجريت؟ هاي مستر بكر، شفت ايمي؟ ايوه شفتها. تسمحي لي اقعد؟ طب ما انت قعدت خلاص. تشرب قهوة؟ لا متشكر. اتفضل، ده العربون اللي سبق ورفضته قبل كده، بس يا ريت المره دي تقولي على المبلغ اللي هتاخده في القضيه كلها. بصراحه انا مش هقدر اقول لحضرتك على المبلغ كله لان القضيه صعبه وشغلها كتير. بس انا احساسي كده انك مش هتطلب كتير. على العموم ايمي عندها مبلغ في البنك، لو ما كفاش انا هكمل من معاه. انا عايزك تعرفي ان احنا مش هنختلف، ولكن انا ليا طلب عندك. اتفضل. عايز اشوف عمر. عمر؟ اوكي، انا رايحه اجيبه من المدرسه، تيجي معايا؟ عمر. انتي مارجو. هاي يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله. انت مين؟ انا بكر. بكر. ايوه بكر جمعه الشلتوني. مستر ليلتوني. اسمك غريب قوي. طب وانت بقى اسمك ايه؟ اسمي عمر. عمر عبد الله ادم. طب يلا يلا يا لمن، يلا ليتس جو. اتفضل. هو احنا هنرجع البيت يا صباح؟ هي مامي رجعت
لا يا حبيبي، احنا بس هنفرج انكل بكر على البيت بتاعنا. طب انا رايحه العب عند البسين. عمر خلي بالك من نفسك. الحلم الامريكي. سوري. قصدي اقول انهم عايشين حياه فخمه جدا، دي تساوي ملايين. هو جون كان دايما كده، بيحب يعيش مستريح، بس خلاص للاسف كل ده ضاع. ازاي؟ كل حاجه كانت بالتقسيط، وطبعا بعد اللي حصل البنك سحب كل حاجه وعرض الفيلا دي للبيع عشان طبعا يسدد الفوائد والحاجات المتاخره. مس مارجريت، في حاجه انا مش فاهمها. هو ليه جون غير دينه؟ جون وايمي لما حبوا بعض، ايمي كانت بتكلمه كتير قوي عن دينها لغايه لما اقنعته بيه، فعلا اقتنع وقرر يغير دينه ويتجوزها. وانت كنتي معصراهم في الفتره دي؟ اه. طيب ممكن تحكي لي عرفوا بعض ازاي؟ ايمي اول ما جت الستيتس كانت فاكره ان فلوس المنحه دي هتقضيها اكل وشرب ولبس وكتب، طبعا مش ده اللي حصل، فاضطرت بعد كده تدور على شغل لغايه لما انا لقيت لها شغلانه في محل فاست فود، هناك شافت جون. مالك يا ايمي، في ايه؟ واحد زبون هزقني النهارده. هزقك؟ ده كان هيشتمني. وما طلبتيليش البوليس ليه؟ عارفه بقى. طب هزقك ليه؟ عشان رجعت له بقيه التبس. قصدك ما دفعش تبس؟ لا دفع، بس كان عايز يسيب لي فلوس زياده وانا اتكسفت فرجعتهم له. طب ما هو ليه حق يهزقك ويضربك كمان؟ يا بنتي انت عبيطه، هنا مفيش حد بيرجع حاجه لحد. ما تتعلمي بقى يا ايمي، اهم حاجه في البلد دي الشيء المقدس الوحيد هو الدولار. وبعدين؟ تاني يوم ايمي خرجت من المحل لقت جون مستنيها بره. لو سمحتي يا نسا، انا عايز اتاسف لك على اللي حصل امبارح. حصل خير. انا سالت عليكي وعرفت انك بتذاكري وبتشتغلي عشان تساعدي نفسك، وعرفت كمان انك مش من هنا. بص يا مستر جون ادمز. اوكي، انا مش زعلانه، ده كان سوء تفاهم وخلاص. ممكن امشي؟ اسمحي لي اوصلك. لا انا بحب اروح ماشيه. يبقى لسه زعلانه مني؟ لا خالص، انا مش زعلانه. خلاص يبقى خليني اوصلك. مش معنى ان انا مش زعلانه يبقى لازم توصلني، ولا هتتعصب عليا وهتضربني بقى النهارده. انا مش وحش قوي للدرجه دي. انا اسف، حقيقي انا اسف. لحظه واحده. ممكن تقبلي مني الورد ده اعتذار عن امبارح وقدم صداقه؟ قبلت الورد؟ طبعا، ودي بقى كانت بدايه قصه الحب بينهم. هي ممكن تكون حبيته عشان تجربتها محدوده. ايمي كانت غريبه جدا، تقريبا ملهاش اي تجارب، علاقاتها بالجنس الاخر تقريبا معدومه. لما كانت بتحكي لي عن حياتها في مصر ما كنتش ببقى مصدقه، هو في حد كده؟ طب هو ممكن يكون حبها لدرجه انه يغير دينه؟ مستر بكر، في حاجه حضرتك مش واخد بالك منها خالص. اللي هي ايه؟ ايمي بالنسبه لجون حاجه مختلفه جدا. فاكهه عمره ما شاف ولا داق زيها ابدا.
فاكهة محرمة. فاكهة محرمة؟ وانت عارف الفاكهة المحرمة دي هي اللي خرجت آدم من الجنة. إيمان فاكهة محرمة. حلوة دي. انت ايه رأيك يا شتوتة؟ شتوتة تعالي يا حبيبتي تعالي. شتوتة تعالي. ايه رأيك في إيمان فاكهة محرمة؟ حلوة تنفع أغنية قصيدة شعر. يلا تعالي كلي يلا. الو. ما تاكلش. مين معايا؟ بقول لك ما تاكلش. وبقول لك ما تاكلش يا بكر. رفي خرب عقلك سيبت ركبي. ايه يا اخي؟ ايش عرفك ان انا هاكل؟ ما انا عارف وشايف، بس الاكل هنا احسن وانضف. انت فين؟ في المطعم بتاعنا، وطلبت الاكل لينا وليك. يلا بقى تعالى بسرعه. طيب سلام. ستوتة ستوتة، مع اني تعبان وهلكان عايز انام. يلا كلي. سلام. اهلا 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 مستر بيكر. رجل المهام الصعبة. ايه الجمال ده؟ يا عم رفقي خلاص سيبك منه، الراجل بقى ستار وبنعرف اخباره دلوقتي من التلفزيون. كده. ازيك يا سوسن؟ ازيك يا بكر عامل اخبارك ايه؟ ايه؟ كويسه الحمد لله زي ما انت شايف اهو. وانت يا حوده؟ انا يا اخويا زي ما انا وانت بتتغير. طب اقعد يا اخويا اقعد. سمسم سيبك بقى من الناس الصايعه دي، قولي لي اخبارك انت ايه؟ خلاص يا حبيبي دخلت في الميديا هي كمان مش انت بس. ايه هتشتغلي مذيع بعد الظهر؟ لا رايحه تحضر مؤتمر طبي في واشنطن. ايه ده؟ بجد يا سمسم؟ يعني سيمينار لطب الأطفال المبتسرين عاملينه جامعة واشنطن هناك. ده هايل. ومسافره امتى؟ طيارتها هتطير بعد 3 ساعات. عشان كده جبناك على ملا وشك. وانا عندي اغلى من سمسم؟ صحيح انا بلف وادور طول النهار، لكن عشان سمسم انكوي والنار ولا جدتي. رفقي دي وليمه جامده جدا يا رفقي. على شرف مراتي حبيبتي يا اخويا، وانا عندي عز منها يا بيكر. ميرسي يا حياتي، بس على الله تخليك على إخلاصك ده لغاية أما أرجع. على الله. انت راجعه امتى؟ بعد أسبوع. يا نهار ابيض. رفقي تبقى تيجي تقعد عندي اهو، بالمره تعالج لك شويه ناس من المنطقه بدل ما انت قاعد ما بتعملش حاجه طول النهار. سبت لك انت الخدمات الاجتماعيه يا نصير الغلابه والمتاعيس. يا ابني خلاص رفقي ما عادش يقدر يعيش في شقه كده زينا. عايز يبقى جنبي جيران وفوق جيران اتخنق. صح، ما انت اتعودت على الفلل. طبعا، ومش اي فيلا، فيلا ليها مواصفات خاصه، خضره وبسين. لو ما فيهاش خضره اعملها صناعي كمان. عندك حق، الله يرحم زمان وايام زمان. ولا الزنزانه اللي كنا عايشين فيها يجي 30 واحد وشنا في وش بعض 6 اشهر. تصدق بالله كانت احلى ايام في حياتي، على الاقل بالنسبه لي. وانا كمان بالنسبه لي برضه. يوه هتقعدوا بقى تتكلموا في الموضوع ده يبقى أنا مش مسافرة. ما تقول لي يا بكر صحيح إيه حكاية الست اللي أنت ناوي تترافع عنها دي؟ اللي قتلت جوزها وخافت جثته. هي حقيقي مصريه يا بكر؟ الشيء الوحيد اللي مؤكد في الحكايه دي انها مصريه، ومصريه قوي كمان. وهي فعلا قتلت جوزها؟ محدش عارف. انا شخصيا برس القضيه دلوقتي ومش قادر اوصل لاي حل. انت قابلتها يا بكر؟ ايوه. وانت معك عنها؟ طيبه شفتها وتعرفها من زمان. ما تسيبهاش يا بكر. مش كده يا سمسم؟ والجريمه اللي وقع فيها دي يا اخوانا مصر اتغيرت كتير من ايام ما سيبناها،
وناسها كمان اتغيروا. تعامل مع الموضوع بعقلك وبس يا بكر، من خلال الوقائع والاثباتات، ولو مش متاكد انك هتكسب القضيه ما تاخدهاش. لا يا محمود، انا حاسس انها بريئة وربنا هينصرنا ان شاء الله. تاني يوم اتوكلت على الله ورحت قدمت التوكيل اللي عملته لي ايمان للمحكمة، وبلغتهم ان انا هترافع عنها. وهناك قابلني ماكارتر وكيل النيابة اللي ماسك القضية. مستر بيكر. اهلا مستر ماكارتر. سمعت انك هتترافع في قضية الست المصرية. تقصد حضرتك الامريكية؟ مصرية امريكية مش هتفرق، في الحالتين القضية خسرانة خسرانة. كنت احب انك تبتدي حياتك في الجنائي بقضية مضمونة شوية عن كده. على كل حال بالتوفيق. انا فعلا هترافع عن الدكتورة ايمي ادمز رغم صعوبة القضية. هل السبب في ذلك لانها بتنتمي لنفس البلد اللي انت منها ولنفس الدين؟ لا، انا ما قابلتش القضية للسبب ده، لكن قابلت القضية لاني مواطن امريكي وهي مواطنة امريكية، وليها الحق ان يكون لها محامي بيدافع عنها. وانا في رأيي ان كل التهم اللي موجهة اليها دي غلط. ايوه، بس النيابه وجهت ليها تهمه القتل من الدرجه الاولى، وكل القرائن والدلائل تشير الى انها فعلا ارتكبت الجريمه، وبالذات سلاح الجريمه. ايوه، بس انا شايف ان مناقشة الجريمة نفسها مش المفروض دي تتم في التلفزيون، المفروض المناقشة دي تبقى في المحاكم. كمان يقال انها قتلت بدافع ديني. هو ما فيش جريمة قتل في دافع ديني، جريمة القتل هي جريمة قتل. وبصراحة أنا مش شايف إن أركان جريمة القتل الحقيقية متوفرة في القضية دي. لعلك لم تستمع لتحليلات المتخصصين وعلماء النفس والاجتماع في هذه القضية. لا طبعا استمعت، بس أنا في رأيي إن ده موضوع خطر جدا، لأن الميديا بتحول الحق إلى باطل وبتوجه القضية لطريق هيضر أكتر ما ينفع. يضر بمين؟ يضر بالمجتمع الأمريكي نفسه، لأن أمريكا نفسها مبنية على 3 حاجات: المساواة والعدل والحق، وأكتر حاجة فيها بالنسبة للحق هي العدالة. تقصد إيه مستر بيكر؟ أقصد إن إحنا ما نحاكمش الناس عشان دينهم ولونهم أو عرقهم. أمريكا بلد حر، كل واحد فيها زي التاني، فيها مساواة، كل واحد له حقوقه وله واجباته، وبعيد خالص عن العرق والدين واللون. هل يفسر حماسك هذا ترشيحك لمجلس المدينة للدفاع عن الأقليات والمهاجرين؟ بما إنك مصمم إنك تحطني في الأقليات والمهاجرين، أحب أوضح لحضرتك إن أنا من حقي إن أنا أمارس حقي السياسي زي ما الدستور الأمريكاني قال. بيكر بيكر مستر بيكر. بيكر بيكر مستر بيكر. بيكر بيكر مستر بيكر. بيكر بيكر مستر بيكر. ايه معنى الكلام ده يا مكة؟ معناها واضح جدا مستر هاريسون، داخل انتخابات فبيستغل القضية علشان يعمل دعاية انتخابية لنفسه. ده شيء خطير، ده لازم تنتبه له. قول لي انت متأكد من قضيتك؟ جدا مستر هاريسون، القضية محكمة جدا. السنة دي سنة انتخابات بالنسبة لينا احنا كمان. لو خسرنا القضية هيبقى في مشكلة ليا وليك وللحزب. انت فاهم مارك آرثر؟ فاهم مستر هاريسون، طمن خالص، فاهم جدا. أنا مش موجود، لو عندك حاجة مهمة قولها بعد ما تسمع الصفارة، ما عندكش ما تقولهاش واقفل السكة. شكرا. بيكر، أنا هيلين. أنا عارفة إنك موجود في البيت. رد عليا أحسن لك. بيكر، مش هقفل غير لما ترد عليا. هلو، الواحد بيقول صباح الخير على الصبح. صباح الزفت على دماغك. البنت محتاجة فلوس علشان تعمل سنانها. مال سنانها؟ سنان هابي عايزة بريسز. الدكتور هيعمل لها عملية في سنانها ويحط لها تقويم عشان يعدلهم لها. ابعت لي $2000. $2000 مرة واحدة كده؟ ايوه،
$2000 حتة واحدة، امال هتبعتهم بتقسيط كمان؟ اوف، انت دلوقتي بقيت محامي مشهور وبتطلع في تلفزيون وبتاخد كمان قضايا كتير. وانت بقيتي تشربي على الصبح. انت هتعمل لي مصلح اجتماعي فيها؟ مالكش دعوة بيا. ابعت لي $2000 فاهم؟ فورا. صباح الخير يا مستر كراولي. جود مورنينج مستر بيكر. انا ما كنتش عارف انك شاطر للدرجه دي. ايه عجبتك؟ عجبتني وعجبتي توني كمان. شرف ليا يا توني. خد يا مستر كراولي فلوسك اهي. ثانك يو. بس خلي بالك مستر بيكر، الحكايه مش هتعدي بسهوله. ما تقلقش، دول شويه عيال. جود. جود مورنينج بوس. ازيك يا انجل؟ ايه رايك؟ واضح ان مشروعك هينجح مستر بيكر. ايوه، يعني مش كلام فاضي زي ما كنت بتقولي. ما تفرحش قوي كده، الموضوع مش سهل للدرجه دي. امسك. ايه ده؟ جواب واحد بعتهولك وما قالش اسمه. ما قالش اسمه؟ خير مستر بيكر؟ ولا حاجه. ولا حاجه ايه؟ انت شكلك اتغير خالص. مين اللي وصل الجواب ده؟ شاب اول مره اشوفه، شكله كده من الولاد بتوع بلاك تايجرز. هو عاوز ايه مستر بيكر؟ بينصحوني اسيب قضيه ايمي.
مستر بيكر لازم تبلغ البوليس، لازم تبلغ البوليس عشان يحميك. لو باتريك جه قولي له ان انا مش هتاخر. مستر بيكر انت رايح فين؟